اهلا بيكم. انا دكتور جورج، والنهارده 13 رمضان، ودي معلومه رمضانيه جديده في سلسله اعرف اكتر تتغير اسهل. لازم نكون عارفين ان الكلى بتنظم توازن السوائل والمعادن جوه الجسم، وده عن طريق افراز هرمونات زي هرمون الرينين اللي بيساعد على تنظيم ضغط الدم. اي خلل في وظائف الكلى بسبب امراض مزمنه او اي عوامل تانية ممكن يزود من لزوجه الدم، وبناء عليه ده بيزود من خطوره تكوين الجلطات. علشان كده ضروري جدا الحفاظ على صحه الكلى، وده من خلال الفحوصات الدوريه زي قياس مستوى الكرياتينين ونسبه اليوريا في الدم. كمان الحفاظ على نظام غذائي غني بالمعادن زي البوتاسيوم والمغنيسيوم بيدعم وظائف الكلى وبيساعد على توزيع السوائل بشكل متساوي وتنظيم ضغط الدم. واكيد شرب كميات كافيه من الميه ضروري جدا لضمان سيوله الدم وتعزيز وظائف الكلى، وبالتالي برضه بيقلل من خطر تكون الجلطات، وده كله بيساهم في حمايه القلب والاوعيه الدمويه بشكل عام. طب يا دكتور، وايه تاثير جوده النوم على الدوره الدمويه؟ استنونا بكره.